عايز الناس تعمل لك ألف حساب وتحترمك من قبل ما تفتح بقك وتنطق كلمة واحدة. الموضوع مش سحر، دي لغة الجسد. طبق العشر خطوات دي وشوف الفرق بنفسك. أول حاجة، مظهرك بيقرر انطباعك. مظهرك هو اللي بيقرر انطباع الناس عنك في أول 3 ثواني. مش لازم تلبس لبس غالي، بس لازم يكون نظيف ومرتب. العقل بيترجم المظهر المهندم على إنه شخص منضبط وأهل للثقة. تاني حاجة، وقفتك هي أول رسالة بتقولها. وأنت داخل اقف بشكل مستقيم، كتافك لورا، ظهرك مفرود. الوضعية دي بتدي إشارة فورية لكل اللي في المكان إنك شخص واثق ومسيطر حتى لو ما اتكلمتش. تالت حاجة، عينك أقوى من كلامك. أول ما عينك تيجي في عين حد بص بثبات. حافظ على التواصل البصري بنسبة 70% من الوقت، واوعى تكسر عينك لتحت، لأن النظر لتحت ضعف. لو هتبص بعيد بص للجنب بس ببطء. رابع حاجة، ابتسم بس بذكاء. لما تسلم ما تبقاش ضحوك زيادة. الابتسامة الكتير بتبين إنك بتسترضي اللي قدامك، وده بيقلل من قيمتك. ابتسم بس بخفة وفي وقتها بس، ده بيدي لابتسامتك هيبة وثقة. خامس حاجة، طريقة قعدتك بتتكلم عنك. لما تيجي تقعد املى مكانك، اقعد جوه الكرسي كده بثقة، افرد ظهرك وخلي ايدك ظاهرة وهادية. القعدة المنكمشة بتصغر حجمك في عين الناس. سادس حاجة، خلي ليك حدود واضحة. وانت قاعد احترم مساحتك ومساحة غيرك، ما تخليش حد يقتحم خصوصيتك الجسدية بسهولة. اللي بيحافظ على مسافته بيبان انه شخص تقيل وما بيسمعش بالتجاوز. سابع حاجة، اسمع الأول واتكلم بعدين. أول ما النقاش يبدأ اسمع أكتر ما بتتكلم. الاحترام بيجي من قوة الحضور مش من كتر الرغي. الشخص اللي بيسمع بتركيز كلامه بيبقى ليه وزن لما بينطق أو يتكلم. تامن حاجة، نبرة صوتك هي هيبتك. لما يجي دورك في الكلام اتكلم بوضوح وهدوء. الصوت العالي إزعاج، والكلام السريع توتر. النبرة الرزينة هي اللي بتجبر الكل يسكت ويسمعك. تاسع حاجة، سيطر على رد فعلك. لو حصل أي استفزاز أو ضحك ما تبالغش في رد فعلك. بلاش العصبية الزيادة أو المبالغة في رد الفعل. اللي بيتحكم في مشاعره هو اللي بيدير القعدة. عاشر حاجة، ثباتك بيكشف قوتك. طول ما أنت قاعد سيطر على حركاتك. بلاش هز الرجل أو اللعب بالقلم. خليك هادي وثابت. الثبات هو أعلى درجات الثقة. وفي النهاية افتكر أهم قاعدة، الناس مش بتشوفك زي ما أنت، الناس بتشوفك زي ما أنت شايف نفسك. لو قدرت نفسك من جوه الكل هيقدرك من غير ما تنطق ولا كلمة. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وفولو وشارك الفيديو مع حد محتاج يغير صورته قدام نفسه قدام الناس. وخليك دايما فاكر الاحترام بيبدأ من جواك.